السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة صينية بتنجان طعمها بجد خطير. عملتها النهاردة بحشو الفراخ مش اللحمة. انا عملتها لكم مرة قبل كده باللحمة وكنا لفيناها رول كده، كان بصراحة طعمها حلو جدا. النهاردة بقى هنعملها بحشو الفراخ. فراخ كده انا فرماها كويس مع فلفل اخضر مع بصل مع التوابل مع الكركم، طعمها حلو جدا. شوحتها كويس كده واديتها التوابل بتاعتها، بقى طعمها بجد خطير. معايا بقى بتنجان مقطعاه شرايح كده بالطول. البتنجان ده هبتدي بقى ان انا ادهنه كده بالزيت من على الوجهين الاتنين، وهدخله الفرن ياخد كده تشميعة حلوة من فوق ومن تحت. يعني عايزاه يبقى مشوي، مش مقلي قوي مش احمر قوي، يعني عايزاه بس كده واخد لون واخد طراوة ومستوي. طبعا هيبقى طعمه بجد خطير. خلصت بقى كمية البتنجان اللي عندي كلها في صينية الفرن. مجهزة بقى انا فلفل الوان، مجهزة حشوة طبعا الفراخ زي ما قلنا. وهقول لكم بقى دلوقتي بالتفصيل احنا هنعمل ايه. الخطوات سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين بقى البتنجان كده من على الوجهين كده بالزيت عشان ياخد اللون الحلو. طبعا زي ما اتعودنا البتنجان عشان انزل المرارة بتاعته انا بنقعه بمية بملح، بينزل كل المرارة. نلاقي المية اصلا لونها غامق اسود كده، بتكون نزلت كل المرارة اللي في البتنجان. مية بملح. بعدين بقى بغسله بنشفه كويس، وهعمله بقى بالزيت كده بالفرشة وادخله الفرن. الخطوة دي هتغنينا عن ان احنا نقليه في الزيت كتير ويشرب بقى مننا زيت وكده. احنا عايزين حاجة تكون صحية على قد ما نقدر وما يكونش فيها دهون كتير، وتبقى كده وجبة ايه متكاملة تنفع للناس اللي عاملة دايت، الناس اللي عايزة تخس، الناس اللي عايزة تحافظ على نفسها من الدهون الكتير. زي ما احنا شايفين بقى بعد ما طلع كده من الفرن، انا برص بقى الشرايح بتاعتي وبحط حشو. بقى الحشوة طبعا ترجع لكم، كمية الحشو ترجع لكم. هحطه كده على كله الحشو كويس جدا، وهبتدي ان انا ارص عليه طبقة تانية من البتنجان. هغطي بقى الحشو بطبقة تانية من البتنجان. ممكن تزودوا الطبقات، انا عملت 3 طبقات. ممكن تكتروا، ممكن تخلوهم طبقتين 2 بس، براحتكم خالص. دي حاجات كلها اختياريه. هخلص بقى الحشو بتاعي كله. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت كمان بقدونس على الحشو، طبعا بيديها ريحه ونكهه حلوه جدا. خلصت بقى كده الكميه بتاعتي كلها. هبتدي بقى اغطيها بطبقه تانية من البتنجان. البتنجان من احلى الحاجات اللي ممكن نستخدمها باشكال كتير جدا وتكون صحية. مش شرط نحمرها في زيت وتكون كلها زيوت ومش صحية، لا احنا نقدر نستغلها. ووصفات البتنجان طعمها تحفة، يعني مع اللحوم مع الفراخ مع الجبن. وصفات البتنجان عامة بيكون طعمها حلو جدا. كده بقى هبتدي ان انا اطبق الطبقة التانية زي ما احنا شايفين. وبزود بقى فلفل الوان، عاوزين تزودوا شرايح طماطم زي ما عملناها المرة اللي فاتت مع الرول. براحتنا، الحشو بترجع لنا. طريقة التقديم، النكهات اللي احنا عاوزين نضيفها، شكل التقديم النهائي، حاجات كلها بترجع لذوقنا احنا. ده بقى الشكل النهائي بتاع الصينية بتاعتي بعد كده ما خلاص رصيت الطبقات بتاعتي كلها. هعمل لها بقى تشريبه كده لذيذه وحلوه. فاكرين التشريبه اللي فاتت؟ يعني هنعمل صلصه كده توم مع التوابل، هتبقى برضو طعمها حلو جدا. ممكن نزود لها زعتر كمان هيخليها حلوه جدا. تشريبه خفيفه مش كتير. وادخلها بقى الفرن كده تستوي كويس وتاخد النكهه واللون والطعم، كل حاجه كده تشرب من بعضها. عايزه اقول لكم بصراحه ان طعمها النهائي كان حلو جدا، يعني كانت في منتهى اللذاذه والجمال. واحلى حاجه فيها انها كانت صحيه. زودت انا بقى رشه جبن كده موتزاريلا، طبعا دي برضو بترجع لنا. الطعم في النهايه كان يعني جميل جدا بصراحه، تجربه حلوه. اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله انا متاكده ان هي تعجبكم جدا. ولو عجبتكم الفيديو وعجبكم الوصفة بتاعتنا، ما تنسوناش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتوش. وياريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد من اكلة ماما. بحبكم، سلام.